بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أنا أتوجه بالشكر للثقة للسيد رئيس الجمهورية على هذه الثقة الغالية التي أودعنا إياها. مهمة ثقيلة وصعبة، بنسأل الله سبحانه وتعالى أن هو يعيننا عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالتأكيد بنطلب أيضا مشاركة جميع القوى السياسية والشعب المصري جميع طوائفه لمساندتنا في هذه المهمة الصعبة. الشيء بالشيء يذكر، أنا كنت عضو في حكومة الدكتور عصام شرف ثم حكومة الدكتور الجنزوري. أحب أتوجه لهما الاثنين ولمجلس الوزراء بخالص الشكر على الجهد الذي بذل في فترة يعني أقل ما يقال عنها أن هي صعبة وغير مسبوقة. غير مسبوقة أنها حقيقة لم يمر على تاريخ مصر مثل هذه الحقبة من الزمان. حكومة الدكتور الجنزوري، يمكن أنا لسه جاي من لجنة كنا بنعقدها صباح اليوم، فحكومة الجنزوري حقيقة تعمل حتى آخر دقيقة، فأحب أتوجه إليهم يعني بجزيل الشكر على جهدهم الكبير، وطبعا مساندة المجلس العسكري خلال الفترة السابقة. عفوا، يمكن في الجلسات اللي عقدت سريعا مع السيد رئيس الجمهورية يمكن كان المحور الأساسي هو ان احنا سوف نعمل ان شاء الله مع فخامته بروح الفريق، روح فريق العمل في مؤسسة الرئاسة. بالنسبة لمعايير تشكيل الحكومة أو معايير اختيار السادة الوزراء، في المقام الأول هي حكومة تكنوقراط، والكفاءة هي المعيار الأساسي. بالتأكيد ليس يعني هناك بعض التوازنات التي يجب أن نأخذها في اعتبارنا، لكن أؤكد على أن الكفاءة هي المعيار الأساسي في اختيار السادة الوزراء. التشكيل طبعا هيكون بالتنسيق التام مع السيد رئيس الجمهورية، ويعني إن شاء الله بعد ما نخلص هذا اللقاء سوف نبدأ فورا في عقد المناقشات والمشاورات حتى يتم تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، في أيام قليلة قادمة بإذن المولى سبحانه وتعالى. لو قلنا ما هي أهم توجهاتنا في الفترة القادمة، توجهات الحكومة في الفترة القادمة، يمكن حضراتكم طبعا تعلمون هناك خطة 100 يوم للسيد رئيس الجمهورية، الطاقة والمرور والنظافة والخبز والأمن. يمكن لو بحكم خلفيتي أقدر أضيف عليهم موضوع الماء أيضا، يعني الخدمات وتحسين الخدمات لإشعار المواطن المصري بتحسين الخدمات التي يتحصل عليها في القريب العاجل. هذا سوف يكون إن شاء الله شغلنا الشاغل للحكومة بالتأكيد. لكن تحقيق البرنامج الذي تم انتخاب السيد الرئيس عليه، تحقيق أهداف الثورة، يتطلب منا العمل والجهد، ليس فقط من جانب الحكومة لكن من جميع أفراد الشعب، لأن احنا بنمر بمرحلة صعبة، وبالتأكيد التحديات التي تواجهنا تحديات ليست سهلة، تحديات اقتصادية، تحديات أمنية، تحديات بيئية، الموارد المتاحة، يعني هناك ضغوط على الموارد، هناك الكثير من العمل الذي يجب عمله خلال الفترة القادمة. الأساس عفوا الأساس هو برنامج السيد الرئيس، لكن يجب أن نبني على ما سبق، لأن هناك الذي يعني عمل في خلال الفترة السابقة تم عمل الكثير، الفترة السابقة القصيرة في الزمن، لكن الحقيقة الإنجازات بتاعتها كانت طيبة، وهناك من الخطط البرامج التي يجب أن نبني عليها حتى وده توجيهاتنا إن شاء الله السادة الوزراء لما يكلفوا، حتى نحقق الأهداف برنامج السيد الرئيس وأهداف الثورة. يمكن الناس اللي يعني يعرفوا يعني او اشتغلوا معايا قبل كده، يعني انا يعني ليس هناك اي مجال للتهاون مع اي فساد او تقصير في العمل، وكل واحد مسؤول عن عمله. ليس هناك يعني يجب أن نحذف من مفروضاتنا توجيهات السيد الوزير أو توجيهات السيد رئيس الوزراء، لكن يجب أن تكون هناك كلكم مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد مسؤول عن مكانه، وبالتالي يعني يحاسب على هذا الأساس. ختام هذا البيان القصير، يعني أحب أتوجه برسائل يعني قصيرة للشعب المصري بأكد عليها أن مصر هي بلدنا كلنا، يجب أن نحافظ عليها
يجب أن نعمل جميعا على قلب رجل واحد لرفعة شأن هذا الوطن، ليس فقط من أجل هذا الجيل، ليس فقط من أجل الثورة، ليس فقط من أجل شهدائنا، لكن ما نفعله الآن هو لأبنائنا ولأحفادنا من بعدنا. أؤكد على تسمعون من هذه الكلمة كثيرا، لابد من بذل الجهد والعمل والعرق حتى تتحقق أهداف الثورة. وبنأمل وعندنا يعني ثقة كبيرة أن معدن المصري الأصيل الذي ظهر خلال ثورة 25 يناير وعلى أساسه نجحت الثورة، لأن كان كلنا على قلب رجل واحد، هو هذه الروح بنأمل أن هي نستعيدها مرة أخرى حتى ندفع البلاد إلى يعني مصاف الدول المتقدمة، وندفعها إلى المقام التي تستحقه، ونحقق للشعب المصري العظيم الحياة الكريمة الذي يستحقها ويطلبها. الصبر مطلوب، دفع عجلة الإنتاج مطلوبة، يجب نبذ الخلافات، ولابد يعني هذه دعوة لمساندة والالتفاف حول الرئيس المنتخب والحكومة والمشاركة، المشاركة البناءة الفعالة حتى تتحقق الأهداف المرجوة. من ناحيتي أنا وإن شاء الله الحكومة القادمة ندعوكم ببذل الجهد والعرق والعمل الجاد، ونتوقع أيضا من جميع فئات الشعب أن تعمل، لأن النجاح يتوقف على إذا من بيعتمد على المشاركة الفعالة من جميع فئات الشعب، وده ضرورة التفاف مرة أخرى حول القيادة والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المرجوة. التحديات التي نواجهها اليوم تحديات جمة وصعبة، لكن إن شاء الله يعني بالعمل الجاد وبفضل الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نعبر هذه المرحلة الصعبة.